ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب كان عيد كده مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. يا رب تكونوا كده قضيتوا عيد جميل وصليتوا العيد. اتأخرت عليكم الأسبوع اللي فات ده، بس بصراحة يعني حبيت كده ان احنا نرتاح ونعيش جو العيد. محبتش كمان انزل معاكم فيديوهات من قبل يوم عرفة. محبتش اشغل نفسي ولا اشغلكم في الأيام الحلوة دي. في فيديوهات انا يعني مصوراها ما لحقتش انزلها معاكم. فرش بقى العيد وتجديد المطبخ ان شاء الله برضو هبقى اشاركه معاكم الفترة الجاية. النهاردة بقى راجعه لكم فيديو كده، بصوا يعني جميل ان شاء الله، يعني تحبوه كده. نعمل مع بعض بيتزا خطيرة، هنعمل وافل. هعيشكم معايا كده في اجواء العيد وعملنا ايه. وتعالوا بقى، اول حاجة حطي كده لايك على الفيديو. ولو انتي اول مرة تشوفيني احب اعرفك ان انا اختك شيماء، اشتراكك معايا طبعا شيء يشرفني. هاخدكم كده جولة سريعة في شكل الشقة. طبعا ان شاء الله هبقى اشارك معاكم الفيديو بقى. احنا كنا عاملين مع بعض تنظيفات العيد، يعني بصوا التنظيف العميق، شاركت معاكم كل حاجة. الأوض والمطبخ والحيطان، عملنا كل حاجة كل حاجة يعني الحمد لله. كنت فرحانة ومرتاحة جدا في العيد ده لأني عملت كل حاجة في الشقة. آه، أنا خدت وقت شوية بس بصراحة عملت كل الحاجات اللي كانت مضايقاني. يعني بصوا أنا قلبت الشقة كلها، وهتلاقوا الفيديوهات كلها موجودة على القناة. ده كان يوم الوقفة كده بالليل، بعد ما أما فطرنا وخلصنا وعدلت الشقة كده مكان بقى الأكل ولعب الولاد. فالحمد لله يعني الشقة كانت نظيفة وجميلة، وبصوا شكلها كده شكل عيد. مش عارفة، احنا الستات الشقة لما بتبقى نظيفة كده بنحس بالعيد. كنت جايبة شوية مشتريات كده جديدة ان شاء الله برضو هبقى شاركها معاكم في الفيديو، منها الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، الشجرة وكده. بصوا انا كمان نقلت انتوا عارفين ان انا كنت حاطه كنبه الصالون تحت الشباك كده على طول، فنقلتها كده. حسيت ان هي عامله عارفين جو كده وتغيير، حتى لو مش افضل حاجه. التغيير حلو، ان انت لما تحركي حاجه من مكانها، حتى لو ما اشتريتيش على فكره حاجه جديده، بتحسي ان انت غيرتي او جددتي، بيديكي كده والله يعني عارفين جو مختلف، وبتحسي ان انت فرحانه. هنا بقى كنت كويت الهدوم اللي احنا هننزل نصلي بيها العيد، كويت العباية بتاعت زوجي وكويت فستاني، وكمان كنت كاوية للبنات عندي ال- اللبس اللي هم كانوا هيلبسوه. وقعدنا بقى كنا خلاص هننزل نصلي العيد، صلاة العيد، وقعدنا بقى ننفخ شوية بلالين كده ويلعبوا شوية قبل ما ينزلوا. عايزة اقول لكم ان فرحة العيد يعني بجد موجودة في صلاة العيد. عارفة انت لو ما نزلتيش صليتي العيد، فعلا الناس اللي بتقعد تقول احنا مش حاسين بعيد عشان انتم ما صليتوش، اللي بينزل كده من البيت وبيشم الهوا الجميل اللي بيبقى موجود الصبح، يتفرج على الناس ما شاء الله، يعني بيبقى شكلهم يفرح. قد ايه العدد جميل، ناس كلها بتنزل تصلي، صوت التكبيرات بتحسسنا احنا حتى الكبار مش بس الصغيرين بفرحة العيد وأجواء العيد. وبتفكرنا كده بالأيام الحلوة بتاعت زمان. يعني أنا بابا الله يرحمه كان لازم عندنا إن احنا ننزل نصلي العيد، يعني لازم. فدي حاجة احنا بنحاول كمان نعملها مع أولادنا دلوقتي، نعودهم على فرحة العيد، والصلاة بجد بتفرق جدا. يعني انت لو ما صليتيش وقعدتي في بيتك بجد هتحسي ان الأيام عادية خالص. احنا نزلنا العيد ده صلينا برضو عند ماما، رحنا انا واخواتي صلينا مع بعض. وعايزة اقول لكم والله ان احنا بقينا نحس بفرحة العيد اكتر بكتير من الاول، لما بقينا نرجع نصلي تاني مع بعض كلنا كده. يعني ولادنا بقى وازواجنا كلنا. اول يوم العيد كنا موجودين عند حماتي، تاني يوم العيد كنا موجودين عند ماما. وبصراحة الاتنين كانوا عاملين لنا سفرة عيد، يعني تسلم ايديهم الاتنين. ربنا يخلينا يا رب كل اهلنا وحبايبنا. محدش بيحس بفرحة عيد غير لما يبقى متجمع وسط اهله.
فبجد حماتي ومامتي الاتنين كانوا يعني كتر خيرهم تعبوا قوي وعملوا لنا اكل جميل. دي بقى كانت سفرة ماما، كانت عامله لنا مشاوي، رقاق، مكرونه بشاميل، وكانت شويانا بقى لحمه وفراخ وشيش. يعني الاكل بجد كان حلو قوي. قضينا اول يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم عند اهلنا. رابع يوم بقى أنا هنا كنت في بيتي. تعالوا اقول لكم بسرعة بس الاول انا عملت ايه وارجع اتكلم معاكم. انا هنا حطيت كوباية ونص مية دافية، دي مش سخنة مغلية، دي دافية. حطيت بقى معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، عليهم 4 معالق من السكر، برضو معالق صغيرين. عايزة اقول لكم ان المقدار ده انا بعمله من زمان للبيتزا، بس هنا انا مضعفاه. يعني انت لو عايزة تعملي بقى اعملي نص الكمية، كوباية الا ربع مية، معلقة خميرة واحدة، معلقتين سكر، وهكذا. يعني كل المقادير اللي هتشوفيها معايا تقدري ان انت تعملي نصها بس لو هتعملي نص الكمية. الكمية اللي انا عاملاها دي من 5 كوبايات من الدقيق بتطلع لي 3 بيتزا حجم كبير ما شاء الله. فانتي بقى شوفي عدد اسرتك وهتعملي الكمية بتاعتي دي او نصها. بس بوعدك بعجينة بيتزا هشة وطرية، يعني بجد ادمان. جبت العجان بقى، عجاني هنا رافال. تعجني بقى بعجان، تعجني على ايدك، تعجني، عارفين الخلاطات اللي الكيتشن ماشين كده بيبقى فيها سلاح عجن اللي انتي عايزاه. المهم حطيت هنا 5 كوبايات من الدقيق. انا استخدمت الكوبايات المعيارية والمعالق المعيارية في كل حاجة انا هعملها. لو ما عندكيش بكوباية واحدة اللي انتي هتعايري بيها، هي دي نفس الكوباية بقى اللي تمشي بيها على المقادير كلها. حطيت معلقتين صغيرين من الملح، مش مليانين، وكمان معلقتين من الزعتر، معلقتين كبار هنا بقى من الزيت، وكمان معلقتين من الزبدة. دي زبدة أنا كنت مسيحاها في الميكروويف. بصوا هنخدم العجينة وهنخليها انتوا مش متخيلين. معلقتين كمان من الخل، معلقتين زيت كده، معلقتين زبدة، معلقتين خل، معلقتين زبادي. انا ما كانش عندي زبادي فحطيت معلقتين من قشطة اللبن اللي احنا بنشيلها كده يا بنات. ونزلت بقى بالمية اللي حطينا فيها الخميرة والسكر اللي كنت سايباها على جنب كده بتتفاعل، حطيتهم وهبدأ أعجن بقى كويس جدا. بصوا هقول لكم اسرار اي معجنات او بيتزا او اي حاجه، بيبقى في حاجتين: المقادير بتاعتك تبقى مظبوطه، تاني حاجه العجن. كل ما تعجني اكتر وكل ما تدي العجينه كده عارفين حقها في العجن، هتطلع معاكي عجينه ممتازه، بجد ممتازه. هنا انا عجنت العجينة بصوا وقت يعني حلو جدا، هريتها كده عجن. بعد ما عجنتها كويس قوي لازم تتأكدي ان الخميرة، قصدي العجينة، مش محتاجة دقيق، مش محتاجة مية، يعني ما تبقاش ناشفة قوي ولا سايلة جدا. بصوا كده معايا، انا هي العجينة لازم تكون بتلزق، بس هنا حسيت انها بتلزق قوي، يعني التلزيقة زيادة. فحطيت معلقتين 2 بس من الدقيق وسبتها تتعجن تاني. العجينة بقى عشان تبقى حلوة معاكي تكون عارفين بتلزق، يعني طرية بس مش قوي، ان هي مش عارفة مش بتمسك في ايديكي كده كلها. حطيت بقى نقطة من الزيت كده في العجان نفسه كده او حلة العجن، وهبدأ بقى ان انا الم كده العجينة اخلي شكلها كويس متساوي، وهغطيها وهسيبها بقى ترتاح خالص. احنا الجو بصراحة طبعا انتوا عارفين حر، فمش هتاخد وقت خالص. يعني في التخمير، يعني مش هتكمّل ساعة، مش هتكمّل ساعة وهتلاقي العجينة كده بقت كويسة جدًا وخلاص تقدري تشتغلي بيها. أنا في البيتزا باحب أعمل بيتزا لمّا أحس إن المكونات موجودة عندي في البيت. أنا كان أساسًا البنات يعني طالبين البيتزا دي، عايزة أقول لكم من أيام الصيام، من أيام 10 كده ذو الحجة. بس طبعًا بقى كنت مشغولة بصراحة في الشقة وكده، فقُلت خلاص هاعملها لهم في العيد. فأنا كان عندي نُص كيلو السوسيس اللي كنت مشاركاه معاكم كده في فيديو المشتريات، فقُلت خلاص هاعملها لهم بالسوسيس. أنتِ بقى عندِك حتة سجق، سوسيس، تونة، لحمة مفرومة، عندِك أي حاجة، عارفة لو شيش متبقي منِّك، حتة لحمة متبقية منِّك، حطيها في البيتزا، يعني ما تكلّفيش. في ناس بتنزل تكلّف في البيتزا وتلاقيها صرفت مبلغ كبير أوي. فاعمليها كده بأي حاجة موجودة عندِك في البيت. جبت بقى الطاسة، حطيت شوية كده من الزيت وهابدأ أشوّح في
في السوسيس بتاعي أي حاجة هتحطيها على العجينة لازم تكون مستوية، اللي هي اللحوم، يعني لو هتحطي لحمة مفرومة تكون مستوية، السجق برضه حمّريه وهكذا يعني طبعًا أنتم عارفين. حطيت بقى يعني سِنّة ملح صغيّرة أوي، وسِنّة فلفل، وكان عندي هنا بهارات كده عارفين اللي هي المشكّلة دي، حطيت بس رشّة صغيّرة أوي تدّي كده للسوسيس طعم. هابدأ بقى إن أنا أشوّحه كويس ياخد كده لون حلو، بيفرق كده في طعمه، شايفين خد تحميرة كده وكده خلاص بقى تمام معايا. هاقفل بقى ونقطّع الخضار. الخضار بقى حُطّي اللي أنتِ بتحبيه، يعني بتحبي بصل، فلفل، طماطم، اللي أنتِ بتحبيه حُطّيه. إحنا عندي هنا البنات مش بيحبوا البصل ولا أنا بصراحة على البيتزا يعني، فهاحُط بس فلفل أخضر والطماطم مش أوي برضه، فهاحط كده طماطمتين 2 بس هاوزّعهم على ال3 بيتزاهات. عارفين أكلة كده بتبقى جميلة وسريعة وحلوة كمان، ممكن تعمليها في غدا، ممكن تعمليها في عشا، يعني ما شاء الله أنا الكمية معايا كانت كبيرة، عايزة أقول لكم إن طبعًا ما كلناهاش كلّها، وفضلت بقى معايا تاني يوم قعدنا فطرنا بيها، وبالليل كمان الولاد لمّا جاعوا اتعشوا كمان بيها، فبتبقى حلوة أوي. جيت أجيب الزيتون لقيت إن أنا ما عنديش زيتون في البيت، فافتكرت الزيتون اللي أنا كنت عايزة أقول لكم إن أنا ناسياه خالص. عارفين الزيتون ده اللي كنت عاملاه معاكم رمضان اللي فات ده لا اللي قبليه. فطلّعته كده والله لقيته لسه طعمه جميل وحلو، عارفين أنا بانساه بجد خالص، فطلّعت كده شوية منه، بُصّوا لونه زي ما هو جميل، وطعمه برضه لقيته حلو والله ما جرالوش حاجة يعني، فرُحت بقى قطّعته كده، قُلت آخد منه شوية للبيتزا، أنتم عارفين طبعًا بصراحة ريحة الزيتون بتفرق جدًا في البيتزا، سواء بقى زيتون أسمر، زيتون أخضر، يعني موجودة عندِك. عايزة أقول لكم كمان إن أنا كنت عاملة معاكم فيديو لوحده كده عن البيتزا، عن المعجنات عمومًا، عجينة كده سحرية تقدري تستخدميها في كل حاجة هي العجينة دي، بجد بقى ممكن تعملي منها يعني أنا كنت عاملة منها الكاليزون وعاملة كمان البيتزا الرول والميني بيتزا والبيتزا الكبيرة، هاسيب لكم برضه الرابط هتلاقوه تحت عشان لو عايزين تاخدوا أفكار مختلفة في التشكيل. لكن العجينة دي عايزة أقول لكم خطيرة، تقدري تستخدميها في أي حاجة، بس طبعًا شيلي منها بقى الزعتر لو أنتِ هتستخدميها في حاجات بقى بحشوات تانية جبن وحاجات زي كده. العجينة هنا بُصّوا يعني ما كمّلتش معايا ساعة، وكانت اختمرت جدًا معايا، جِبت بقى المفرش بتاعي السيليكون كده بيسهّل بصراحة في الفرد، ما بيقعدش يلزق بقى في الرخامة العجين وكده، نقطة زيت صغيّرة ما باحطش دقيق، أنا بافرد بالزيت، نقطة زيت صغيّرة خالص، وبُصّوا ما احتجتش أصلًا ولا نشّابة ولا بنفرد أي حاجة تفردي بيها، بإيدِك بُصّي العجينة ممتازة، بجد العجينة حلوة أوي، فما احتجتش إن أنا أفردها بأي حاجة، بإيدي كده فردتها، أنا هنا بافردها على شكل مستطيل شوية، لإني بُصّوا هاحطها في الصاج ده، فكنت بافردها يعني على الشكل المستطيل. أهم حاجة بقى في العجينة ولا تفرديها أوي، يعني ولا تخلّيها رقيّقة جدًا ولا تخلّيها عالية أوي، طبعًا ده بيرجع للذوق، في ناس بتحب عجينة البيتزا تخينة، فسيبيها، لو بتحبيها بقى رفيّعة أوي تقدري تفرديها وتخرّميها كمان بالشوكة، أنا باحبها متوسطة ففرداها فرد متوسط، فهي مش سميكة، رفيّعة شوية فمش هاخرّمها. كنت بصراحة مستعجلة وعايزة أخلّص، فما عملتش صوص البيتزا، برضه هتلاقوه معاكم في الفيديو اللي هاسيبه لكم تحت إن شاء الله، لو عايزين بقى تعملوا صوص البيتزا في البيت كده على النار، بيبقى حلو جدًا بصراحة، بس لمّا باكون مستعجلة باحط على طول كده شوية صلصة، وباحط عليها رشة كده من الزعتر من فوق، بتبقى برضه جميلة. حطي بقى الخضار اللي أنتِ يعني بتحبيه، أنا حطيت بقى الفلفل، وكمان هاحط طماطم والزيتون، وهابدأ بقى أحط الحاجة اللي أنتِ هتحطيها فوق، سوسيس، سجق، أي حاجة أنتم بتحبوها يعني، وممكن كمان على فكرة تعمليها اقتصادية من غير حشوة، يعني مش لازم تحطي سوسيس ولا سجق ولا الحاجات دي، يعني خضار بس وجبن والله بتبقى جميلة، اللي هي بتبقى اسمها بيتزا مارجريتا. فالمهم كان يوم كده جميل ولطيف، قُلت بقى إحنا قضّينا ال3 أيام العيد بُصّوا حُقن لحمة
وفتة ورقاق وأكل عارفين دسم ويعني تقيل. فعشان كده بصراحة فكرت أعمل البيتزا دي في رابع يوم، يعني قلت كده إيه نهدي كده شوية على نفسنا، جنبها بقى حاجة ساقعة كده. وكمان هنعمل بقى حلويات عشان هننزل نخرج البنات شوية، يعني نتمشى هنا كده قريب مننا، لأني بصوا قضينا العيد كله في البيوت يعني. بصوا هو نوع الجبنة ده يا بنات أنا كنت مشاركاه معاكم، بس إن شاء الله الفيديو لسه هينزل لكم، يعني اسمه الحمد. بجد خطير. أولا سعره يعني حلو جدا. كنت جايبة عرض كده عليه 4 أكياس، كل كيس نص كيلو ما عدا كيس تقريبا بيبقى 250 جرام. كان سعرهم ال4 أكياس كلهم مع بعض 160 جنيه. بيبقى فيه بقى رومي، كيس رومي مبشور، وفي كيس برضو شيدر مبشورة، وفي بقى موتزاريلا، وفي كيس بيبقى اللي هو الميكس مع بعض. فحلوة جدًا، لإني بصراحة يعني عارفين عجينة البيتزا اللي بينجّح من عوامل نجاح البيتزا هي الجبن. الجبن لمّا بتبقى حلوة وحطّاها كتير والجبن بتبقى سايحة كده، بتدّينا بقى نفس شكل وطعم البيتزا اللي بناكلها من برّه. يعني أنتِ لمّا بتبقي حاطة أحيانًا بيتزا مثلًا جبن قصدي في البيت أي كلام شوية كده، ما بتطلعش حلوة أوي. فالجبن بجد مهمة جدًا، جدًا للبيتزا، ما تستخسريش وأنتِ بتحطيها، وكمان يبقى النوع حلو. فبصراحة الأنواع دي يعني نوع الحمد ده عجبني أوي، أوي يا بنات. أنا كنت جايباه لو تعرفوا شركة جيرسي بتاعة الآيس كريم اللي هي بتبقى بتوزع في مناطق كده، في كل منطقة يوم، أنا كنت جايبة العرض ده منها. اسمه العرض الرباعي تقريبًا، ال4 أكياس زي ما قُلت لكم كان ب160 جنيه. فبجد سعر ويعني عارفين جودة، بجد حلو أوي، طعم الجبنة نضيف. في أحيانًا جبن كده بتبقى طعمها مش جبنة أصلًا، لكن دي بجد جميلة يعني لو أنتم عارفين الحاجات دي هاتوها حلوة أوي، لإن أسعار الجبن غِليت بصراحة، لكن دي أسعارها حلوة، وزي ما قُلت لكم المَطّة بتاعتها حلوة. يعني هتشوفوا معايا دلوقتي لمّا آجي أقطّع البيتزا ما شاء الله الجبنة جميلة وبتشد وحلوة أوي. دي كده كانت تاني صينية معايا. بصوا حطيت بقى من كل حاجة، حطيت شيدر ورومي وموتزاريلا، وبحط كده على الوش رشة برضو من الزعتر بتدي ريحة حلوة قوي للبيتزا. الفرن بقى بيبقى على الأول على درجة حرارة عالية جدا، يعني أعلى درجة حرارة عندك في الفرنة. لو انت ما عندك فرن بتاعك اللي هو بتاع البوتاجاز، بصي بتحطيها تحت على الصاجة خالص أو 5 دقايق بالظبط. بعدين بترفعيها بقى فوق على الرف الوسطاني بتاعك. بتقللي بقى درجة الحرارة أول ما بتبدئي ترفعيها على مثلا 180، وتسيبيها لحد ما تستوي. بصوا من تحت تبقى شكلها حلوة كده مستوية، مش زيادة من على يعني عن اللزوم، ولا لسه لونها أبيض. عارفين اللي هي بتبقى واخدة اللون محمر بسيط ده. وتسيبي بقى الجبنة بتبقى تلاقيها أساسا ساحت كده. لو حسيتي إن هي محتاجة سنة تحت الشواية حطيها بس سنة من فوق وتابعيها. عايزة أقول لِك هتاكلي بيتزا والله زي اللي بتجيبيها من برّه بالضبط. بُصّوا ما شاء الله يعني حجمها كبير. 3 بيتزا حجم كبير. بُصّي يعني متهيأ لي ربع التكلفة اللي هتجيبيها من برّه. أنتم عارفين بيتزا بالحجم ده دلوقتي بكام برّه؟ مش هتقل عن 100 جنيه، إن ما كانتش أغلى يعني. أنا صراحة مش عارفة إني ما بنطلبهاش من برّه، بس الأسعار غالية جدًا يعني. فبُصّوا سوّيت أول واحدة كده حطيتها هنتغدى بيها، وكنت باسوي التانية بس والله ما ما قدرناش ناكلها. يعني إحنا كلنا دي بس كده على الغدا، وسِبت التانية سويتها، قُلت بقى لو حد جاع والّا بالليل على العشا والّا حاجة، والتالتة ما سويتهاش أصلًا بقى. شِلتها عارفين غلّفتها كده حلو ورُحت حاطاها على التلاجة، في التلاجة من جوّه ما بيحصلهاش أي حاجة، وسويتها تاني يوم. بصوا لي بقى على الجمال. بصوا شكل وطعم ومطة والله كانت تجنن. عندي البنات هنا بصوا كانوا فرحانين جدا. حطيناها بقى جنب كاتشب ومايونيز. بصوا كانت جميلة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا العجينة دي وانا واثقة. والناس اللي كانت جربتها من الفيديو اللي فات اصلا وشكرت لي فيها، يعني الحمد لله هي بجد حلوة قوي، انا ما بغيرهاش. مهما حد يقول لي دي طريقة معجنات جميلة دي عجينة حلوة، انا طالما هعمل عجينة هحشي بيها اي حاجة في الدنيا، ما بعملش غير العجينة دي.
دي كده كانت تاني صاج معايا، والتالتة زي ما قُلت لكم شِلتها وسويتها تاني يوم. هنا بقى كنت عملت شوية كده وافل للولاد عندي، وبنفس العجينة عملت كده كام واحدة دونات. إن شاء الله برضه بقى يعني هاشارككم الطريقة بالتفصيل في فيديو بقى تاني، إن الفيديو ده كده لقيته طويل أوي. عملت لهم بقى شوية الدونات دول، وقُلنا ننزل بقى كده هنا جنبينا، ينزلوا بس يركبوا حاجة كده والّا يتفسحوا، شربنا كوباية عصير وطلعنا بقى اتمشينا شوية، قُلت بقى آخد لهم الدونات معايا عشان إيه هُم بيحبوا الدونات، وكمان في العيد بيبقى حاجة حلوة يعني حلويات. ونزلنا اتمشينا شوية، والحمد لله العيد كده خلص معانا على خير. يا رب يكون أنتم كمان عيدكم كان يعني عيد سعيد ومبارك يا رب عليكم، وأيامنا كلها يا رب تبقى فرح كده وأعياد، وينصر يا رب إخواتنا في كل مكان، وينصر الأمة الإسلامية يا رب. ما تنسوش بقى تحطوا لي كده لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك كده في القناة، واستنوا إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية بقى أشارككم الحاجات اللي أنا ما لحقتش أنزلها معاكم. وكل سنة وأنتم بألف خير، وباي باي.